السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حوريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع، ومش هننسى المطبخ. النهاردة جاي اتكلم معاكي عن بعض الضوابط الشرعية المفروض انت كبنوتة تلتزمي بيها وانت طالعه الميكروباص او راكبه مع التاكسي، اي وسائل مواصلات خاصه بالاجره عموما. انا طبعا جايه هنا ادي شويه نصايح لعل بعض البنات ما تكونش عارفه فتستفيد وتعرف. طبعا يعني انا عارفه ان كتير عارف، وده من باب وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. اول حاجه تتصرفي ازاي وانت راكبه عربيه الاجره او راكبه الميكروباص او السيرفيس. اول حاجه خلي في بالك نيتك، ان نيتك تكون لله عز وجل، انك تدي السواق حقه بدون فصال، بدون زياده ولا نقصان، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه. وكمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، إن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ثاني حاجة، جهزي الاجره في ايدك مسبقا. لو انت ام مثلا نازله بعيالك، فطبيعي ان انت هتتلبخي مع العيال، فممكن تركبي الميكروباص او تركبي التاكسي تلاقي نفسك نسيتي اصلا، وممكن تكوني نزلتي ما اديتيش الراجل الفلوس. هو طبعا اكيد هيفكرك يعني، بس انا بقول لك من باب ان انت تكوني حاطه في دماغك هتعملي ايه، لان دي حقوق. فلا، خلي الاجره في ايدك مسبقا عشان لما تركبي مع التاكسي او مع السواق اول حاجه تعمليها انك تديها له، ما تتلبخيش. ممكن برضو تطلعي تنسي، حد يرن عليكي تنسي ان انت تدفعي، ما تبقيش فاكره حاجه. فمن ضمن الحاجات انك تكوني حاطه الاجره في ايدك او مجهزاها مسبقا، علشان اول ما تطلعي على طول، سواء كنت راكبه تاكسي او راكبه سيرفيس، تدفعيها على طول. ثالث حاجه مهم جدا وانت بتدفعي الفلوس سواء للتاكسي او للسواق بتاع الميكروباص، ان انت تدفعي بدون ملامسه. تخلي بالك جدا من حته ان انت ما تلمسيش ايد الراجل. دفع بدون لمس، ان انت تدي طرف الفلوس، تمسكي من الطرف الفلوس وهو يمسك من الطرف التاني. احرصي جدا ان الموضوع ده مهم جدا، ما تخليش ايدك تلمس حد، لان ده ليه حديث شريف الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وده زي ما قلت لك، بان انت تمسكي طرف الفلوس تمسكيها من طرف وتديها للسواق من الطرف التاني، وامسكها من الطرف التاني. في ناس تانية ممكن تستخدم جوانتي، تلبس جوانتي مخصوص، بس يعني دي حاسه انها يعني ايه، يعني موضوع كبير شويه. لا يعني هو الحل بسيط جدا، انت تكوني واخده بالك وبتدفعي ازاي. تالت حاجه، عدم الإطالة في الكلام. خلي بالك ما تفتحيش موضوع مع السواق، هو لو فتح حاولي تقفلي، حاولي تختصري كلامك مع السواق، وما تدخليش في حوارات ملهاش أي لازمة. ولو اضطريتي إنك تدخلي في حوار مع السواق، حاولي تكتفي بعبارات بسيطة جدا: شكرا، جزاكم الله ألف خير، وهكذا. يعني انت أدرى برضه، أنا مش هعلمك. 5، خدي بقى الأجرة بتاعتك من السواق وبدون جدال، ولو السواق نسي إن هو يديكي الأجرة اطلبيها منه بأجر. 6، لو أنت راكبة في مواصلات عامة، احرصي إن أنت أول ما تطلعي اركبي جنب بنت أو ست زيك. طيب لو ما فيش، عادي ممكن تقعدي جنب راجل، بس حاولي إن أنت تكون بينك وبين الراجل ده مسافة، أو تحطي بينك وبينه شنطة، كراسة، أي حاجة. المهم يعني تكون مسافة أمان. إحنا مش بنخون الراجل، بس إحنا بنحاول نعمل مسافة أمان، عشان زي ما قلت لكم في النقطة الثانية نحاول قدر الإمكان ما يبقاش فيه تلامس، لأن ده شيء خطير. 7، النزول بشكل آمن. وانت نازلة من التاكسي أو نازلة من السيرفيس، حاولي ان انت تبصي حواليكي، تبصي يمين تبصي شمال، لا تكون في عربية جاية كده أو جاية كده، فتكوني واخدة بالك عشان لا قدر الله يعني ما تلبسيش في أي عربية رايحة منهم أو جاية منهم يعني. فلا، بصي حواليكي وانت نازلة من العربية أو من السيرفيس. وكمان وانت نازلة سواء من التاكسي أو من العربية اللي هي السيرفيس، عربية المواصلات عموما، انزلي وحاولي ان انت تكوني فاردة ظهرك، ما تميليش لقدام وما توطيش، افردي ظهرك كده، عشان الله اعلم بالنفوس اللي حوالينا. طبعا ما بنخونش، بس احنا بنحاول نكون ملتزمين، بنحاول ان احنا نحافظ على نفسنا اكتر. اخر حاجه تقريبا النقطه دي قلتها بس برجع اكد عليها: لو السواق حاول يجامل بزياده زي تعليق او فتح حوار انت حاسه انه مش مريح، اكتفي بابتسامه مجامله خفيفه جدا. ولو زود بنفرد الوش الخشب، معروفه يعني، ما نخليش حد يعني ايه يتكلم معانا. وحاولي تقطعي الكلام وتنهيه انهي انت الكلام، زي مثلا بجزاك الله خير او شكرا، وانزلي على طول. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو علشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس.